الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذه الآية فيها دلالة على أن الإنسان كلما ابتعد عن القرآن ابتعد عن الحسن وذهب إلى أنقص منه، إلى القبح، وكلما اقترب من القرآن هو اقترب من الحسن، لقول الله: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الآية يتكلم الله فيها عن الخشوع، عن القشعريرة التي تصيب الإنسان إذا سمع آية عاشها ووجد لذتها، فإن الجلد يقشعر. هذه القشعريرة هي التي تحط الخطايا، هذه القشعريرة هي التي تمحو الخطايا، إذ أنها قشعريرة القلب. ما بعدها قال الله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الآية دليل على أن الجلد والقلب والبدن والجسم قبل تأثره بالقرآن يابس ما يلين، فإذا سمع القرآن وتأثر به لان وأطاع، فسجدت الرقبة وانحنى الظهر وسجدت الجبهة وسبحت اليد ودمعت العين وتصدقت اليد وبر الوالد ووصل رحمه. لان الجلد الذي كان يقسو عليه قديما، الجلد الذي كان يرفض عليه قديما، الجوارح التي كان يجد فيها مشقة لأجل قيام صلاة الفجر، أصبحت بعد تلك القشعريرة التي جاءته جراء سماعه لأحسن الحديث أصبح الجسم لين.